بص يا بنت الناس، العقد ده هيحدد حاجات كتير قوي في مستقبلنا مع بعض. مستقبل ايه؟ احنا لسه مخطوبين امبارح. ودي اول قاعده من القواعد اللي هنتفق عليها دلوقتي، نمحي اللي فات كله باستيكه. مالك يا ابني؟ هو انت شارب حاجه؟ بالنسبه للاكل والشرب، انت ليكي عندي يومين في الشهر اعزمك فيهم بره. لا كتر خيرك والله. لا خير ايه انت كمان ليا عندك يومين في الشهر تعزميني فيهم بره. انت بتقول ايه؟ يا ريتني ما قبلت الخطوبه دي من اصله. عارفه الاستاذ حسين الجسمي؟ راجل محترم، كان بيفضل في مكانه ل6 الصبح بيفكر في حبيبته. اديك قلتيها بنفسك اهو، كان بيفكر مش بيخرج. ايوه بس كان بيسهر ويقعد ل6 الصبح. ايوه ما هو كان شغال خدمه عملاء في شركه ويش شفت مسائي. يعني انت عايز تخرجني يوم سبت وتلات بس؟ سبت وتلات ايه؟ هو انت ماتشات ليفربول؟ يعني باقي الايام هقضيها شات على الفيسبوك يعني ولا ايه؟ بالنسبه بقى لموضوع الفيسبوك، هم 3 رجاله هيكونوا عندك على الاكونت، انا وابوكي وحد من عيلتك عنده عربيه علشان لما نروح مشوار يوصلنا. يا سلام على الرجوله، ايه ده؟ لغه التفاهم ما بيننا لازم توصل لمرحله الانحدار، وعلاقتنا المكنونه لازم تبقى متفتحه لاقصى درجه. هو ده كلام علمي يعني؟ لا ده كلام تيفا صاحبي قال لي اقولهولك علشان لو عايز ابوس ما ترفضيش. تبوس مين يا عم؟ انت عبيط. بالنسبه بقى لصورك اللي منتشره على الانستجرام، تعملي الاكونت برايفت وما تنزليش ستوري الا في 3 اعياد: عيد الفطر، عيد الاضحى، عيد ميلاد امي، علشان تكتب عليها يا بختي بحماتي. انا ما اعرفكش انت اصلا. كلهم كانوا بيقولوا كده في الاول، لكن لما عرفوني بقوا يضيفوا في العقد بتاعنا شرط جزائي عشان ما اسيبهمش واخلع. ليه هم هيرتبطوا بعماد متعب؟ اخر حاجه بقى عايز اعرفها منك، ويا ريت رد صريح واجابه نموذجيه، ايه هي بقى المبررات اللي تخليني اقبل بواحده